السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العوض لكل ما هو مفيد. اشتركوا يا جماعة ولايك وتعليق حلو منكم وشير لحبايبكم. مكملين في علاج خشونة الركب، واتكلمت عن الخروف سواء الفروة او الدهن بتاعه، دهن الغنم يعني. مفيد جدا يا جماعة في تسكين آلام خشونة الركب، وحتى تسكين آلام العضلات. ده بالنسبة لي أنا جربته. أنا من 2022 نزلت كذا فيديو عن استخدام فروة الخروف، ونزلت فيديوهين عن استخدام دهن الخروف في تسكين آلام خشونة الركب. في ناس كتير في التعليقات وفي ناس كتير على اليوتيوب منزلين زيت الخروع لتسكين آلام خشونة الركب أو علاج خشونة الركب. أنا جربت الاتنين، يعني أنا مجربة ده من 2022، ومجربت زيت الخروع من فترة يعني قريبة. طبعا أكيد محتاج وقت، لكن أنا بتكلم على تسكين الآلام الفوري بيحصل لما استخدم دهن الخروف، سواء ليا او من اجزاء متفرقه من ذبيحه الخروف. انا مسيحاه ومحوشاه. بستخدم بدفيه كده، وبعدين بدهن ركبتي، وبعدين بحط الصوف اللي انا منضفاه وبخليه ملاصق للركبه، وبربط بجزء من قماشه قطن. دي الطريقه دي صراحه جايبه معايا قوي، وبتسكن الالام فوري يا جماعه. اللهم بلغت اللهم فاشهد. العوض لكل ما هو مفيد. اشتركوا يا جماعة، ولايك وتعليق حلو منكم، وشير لحبايبكم، وأي سؤال أنا تحت أمركم. سلام عليكم.